بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبائي في دول اتحاد غرب آسيا، هذا هو اللقاء الذي يجمع الحبيبين الشقيقين المنتخب العراقي بالمنتخب اليمني هنا في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها مدينة البصرة. مدينة البصرة مدينة القراء والعلماء، مدينة الشعراء والفصحاء، وحتى الآن العراق يهاجم المنتخب العراقي، ولكن الدفاع اليمني مستميت. العراق يحاول تسديده، الله، بسام فريد يمسك بالكرة. جماهير عراقية غفيرة تقدر بنحو 50,000 متفرج، هكذا نقدرها الجماهير العراقية الغفيرة، تطالب هذا المنتخب بالعبور إلى الدور الثاني، بينما المنتخب اليمني يمني النفس بالحصول على ال3 نقاط أو بتحقيق نتيجة إيجابية، لأنه خسر المباراتين السابقتين وهو يدخل هنا للتعويض. العراق يؤدي أفضل، ولكن هناك استماتة دفاعية يمانية. اليمانيون يستميتون في هذا اللقاء، العراقيون يريدون العبور إلى الدور الثاني، يريدون أيضا تحقيق نتيجة الفوز لا غير الفوز. جماهير عراقية غفيرة، لحظات تاريخية بين الفريقين. لمن ستكون هذه المباراة؟ لمن ستؤول ال3 نقاط؟ لأبناء بلاد ما بين النهرين، لأبناء الرافدين، أم لأبناء أرض الجنتين، لأبناء سبا ومعين ودريدان؟ هل لأحفاد نبو نايد وحمورابي، أم لأحفاد شمر هرعش وذمار بن علي؟ استاد البصرة الجميل، على هذا الاستاد تقام هذه المباراة بين المنتخبين الكبيرين، المنتخب العراقي والمنتخب اليمني. المنتخبين قادمان من حضارات عريقة، العراقيون أبناء حضارة أشور وسومر وبابل وآيلام، اليمنيون أبناء حضارة حضرموت وأوسان وقتبان ومعين وحمير، وكرة عراقية مرت وعبرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا في الصورة عبد القادر قاسم كابتن المنتخب العراقي. العراقيون يلعبون، يمررون، يحاولون يمن النفس بالوصول إلى اليمن، إلى مرمى المنتخب اليمني، لكن المنتخب اليمني حتى هذه اللحظات كأنه قرر أن يصطاد العراق وأن يحقق نتيجة إيجابية. في الدقائق القادمة سنرى من سيكمل، سنرى من سيفوز في هذا اللقاء، من سيحقق النتيجة الإيجابية، من سينتصر. أنا عن نفسي أتمناها لمنتخبنا الوطني، للمنتخب اليمني. المنتخب اليماني هذا عماد محمد هذا مدرب المنتخب العراقي، كان نجما سابقا لامعا ساطعا في الكرة العراقية. شد وجد بين اللاعبين، هذه أمور لا نريد أن تحصل بين فريقين شقيقين، والله هذه الأمور سيئة جدا. المنتخب العراقي يلعب بعصبية، كونه على أرضه وبين جماهيره ومطالب بالفوز. المنتخب اليمني 10 على 10 حتى الآن. يتدخل، أين حكم المباراة؟ إذن يتدخل ماهر العلي الحكم اللبناني، يتدخل في هذه اللحظات. ماذا سيقرر الحكم؟ بطاقة صفراء لقائد المنتخب العراقي رقم 5، هذا اللاعب عبد الرزاق قاسم. وهناك بطاقة أخرى يمكن للاعب منتخب اليمن، منتخبنا الوطني. من يا ترى سينال البطاقة الصفراء؟ أظنه من محمد دنبر يا دنبر. الله، برافو يا شباب. حتى الآن منتخبنا اليماني 10 على 10، يؤدي أداء رائعا، يؤدي أجمل مبارياته في بطولة اتحاد غرب آسيا. هذه لقطة سيئة، لا نتمنى ألا تتكرر في ملاعب كرة القدم. ماهر العلي الحكم اللبناني يؤدي أداء رائعا في هذه المباراة.
المنتخب العراقي الشقيق يحاول، ولكن كل محاولاته حتى الآن تبوء بالفشل. المنتخب اليماني متماسك، المنتخب اليماني يؤدي أداء رائعا، المنتخب اليماني يؤدي بقتالية عالية، المنتخب اليماني أثبت بأنه منتخب رجال. انطلاق شوط المباراة الثاني من حمزة محروس. هذا التمرير، المنتخب اليماني يبحث، اليماني يحاول، اليماني تسديدة إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة بعيدة. هذا عبد الرحمن الشامي أمامكم في الصورة، اللاعب رقم 10. المنتخب العراقي، الكرة العراقية إذا أردنا وصف الكرة العراقية وإذا أردنا توصيف حقيقي للكرة العراقية، فالكرة العراقية مستواها عالي جدا جدا. الكرة العراقية قدمت لاعبين من أجمل اللاعبين في مسيرة الكرة العربية. قدمت عدنان درجال الذي يشغل الآن رئيس الاتحاد العراقي الحالي، عدنان درجال، أحمد راضي، نعيم صدام، كريم صدام، خليل علاوي، إياد علاوي، وهذا عبد الرزاق في ضربة حرة خطرة، ولكن الدفاع اليمني متيقظ. برافو. قلنا الكرة العراقية قدمت لاعبين كثر، قدمت من اللاعبين إياد علاوي الذي كان مدربا لنادي شعب إب هناك في نابولي اليمن في اللواء الأخضر. أيضا قدمت فيصل عزيز، كذلك كان مدربا لنادي الشعب عندنا في اليمن هنا في مدينة إب اليمنية. أيضا قدمت خليل علاوي حقق الدوري اليمني الممتاز مع نادي شعب إب حيث كان مدربا له. الكرة العراقية قدمت الكثير والكثير، بينما الكرة اليمنية لا تقل أيضا في تقديم النجوم. الكرة اليمنية كرة مواهب، كرة نجوم، وهذه كرة عراقية خطرة وبالراس، لكن هنا تألق كبير لحارس المرمى بسام فريد. برافو يا بسام. الكرة اليمنية لا تقل عن الكرة العراقية في تقديمها للمواهب، لكن لا يوجد خطة في إدارة الكرة اليمنية. مشكلتها مشكلة إدارية بحتة. الكرة اليمنية قدمت نجوم، منهم نجوم 2003 الذين صعدوا إلى كأس العالم. انظر هنا جماهير العراق وصلت في هذه المباراة إلى أكثر من 50,000 متفرج، وهذه كرة يمنية. محاولة البناء، محاولة شن هجمة يمنية لخطف هدف، هذا ما سنراه. تناقل رائع للكرات بين لاعبينا، ومرور هذا من على عوشة يلعب على طول للشرف، جول يماني. حمزة محروس وضعها في المرمى العراقي، وضعها حمزة محروس في المرمى العراقي. فرحة يمنية الآن. حمزة محروس وضعها في المرمى العراقي بعد أن تلقى تمريرة ولا أجمل. هذه الكرة من مين؟ عوشة للشرفي، والشرف أرضية لحمزة، وحمزة في المرمى. الله، حمزة محروس يتلقى من الشرفي كرة يضعها في المرمى بطريقة جميلة جدا. حمزة في المرمى العراقي. اللاعب رقم 20 يفرح معه الشعب اليمني العظيم. أحفاد التبابع، أحفاد الملوك أثبتوا وبما لا يدع على الشك أنهم ملوك وأنهم أسود.